السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد، اتمنى يا رب انه يعجبكم وينال رضاكم. اهلا وسهلا بكل حبايبي، ولو انت اول مرة تشوفيني اتمنى يا رب انك تشتركي، ولو الفيديو عجبك متنسينيش في اللايك كرما منك. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. فيديو النهاردة مشتريات الشهر. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هننظم كل حاجة من غير ما نشتري اي منظمات غالية خالص. وكمان هعمل معاكم طريقة عمل البسبوسة بطريقة حلوة جدا جدا، وطريقة طعمها تحفة. قول بسم الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأت كده أفضي معاكم الحاجات اللي أنا جبتها، هوريكم كده كل حاجة جبناها كده مع بعض وهننظمها ازاي. كل حاجة كده ايه هنعملها مع بعض. الفيديو هيعجبك جدا جدا. خلاص، اول حاجة كده فضيت كده اللي في الكيس. اول حاجة جبتها المكرونة زي ما انتم شايفين كده. تمام، احنا بنجيب طبعا الحاجات اللي ناقصة بس. وجبت بليلة، وجبت فشار، وكمان جبت رز، وده كان كزبرة، وده كان توابل. تمام، وجبت هنا سكر اللي هو ايه تبع التومين. ماشي، وجبت برضو زيت صيني، ده كان عامل 5 كيلو. حلو جدا وموفرة يا بنات. وكمان جبت مرقة الدجاج دي. وكمان جبت معايا عدس. يعني ايه، جبت الحاجات الضرورية بس اللي احنا ايه بناكلها. وجبت فريك برضو. وجبت برضو حلاوة، ده كان طعمه حلو، جربته طعمه جميل. وجبت برضو الحلاوة الطحينية دي، سعرها مش غالي وحلوة برضو. تمام، وجبت البسكوت ده الفطار كده ايه، ده بالبلح. وبرضو الحلاوة الطحينية طبعا برضو للفطار. تمام، تعالوا اوريكم ازاي هنحط الحاجة بتاعتنا من غير منظمات. عندنا طبعا كل حد في البيت موجود عندنا العلب بتاعت حفظة الطعام. استخدمتها ان انا احط فيها كل حاجة بتاعتي اللي انا اشتريتها. طبعا كده هيوفر علي ان انا مشتريش خالص منظمات غالية. طبعا انتوا عارفين حاجة غالية قد ايه دلوقتي. دي فكرة حلوة جدا، جربيها هتعجبك. كده الحاجة بتاعتك هتبقى موجودة في منظمات من غير ما نشتري اي منظمات خالص او اي علب. وطبعا كلنا في البيت عندنا حفاظات الطعام دي بتبقى موجودة، فاستغليها زي كده. تحطي فيها ايه كل حاجة. اول حاجة كده بدأت ان انا احطها المكرونة زي ما انتوا شايفين. تمام، وبعد كده
هغطيها كده. خلاص. وبعد كده طبعا هجيب برضو علبة تانية، هبدأ ان انا احط فيها ايه البليلة. عاملين ايه؟ انتوا وحشتوني قوي. يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال يا رب. شكرا لكل حبايبي اللي اشتركوا عندي بالقناة، نورتوني. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وتشيروا الفيديو في كل حتة، وتشيروا كمان القناة عشان ان شاء الله تكبر بيكم بإذن الله. وكل واحدة حبيبة قلبي اشتركت عندي شرف ليا وجودك، وعلى راسي من فوق. ولو انتي برضو اول مرة تشوفيني فاتمنى يا رب انتي تشتركي معايا. وهستناكم في كومنتاتكم الجميلة اللي تسعدني وتفرح قلبي دايما. خلاص. برضو كده فضيت ايه البليلة. بعد كده هجيب برضو علبة تانية، هبدأ ان انا افضي فيها الرز زي ما انتوا شايفين كده. فضي طبعا كل حاجة ايه بالراحة. خلاص كده ايه فضيت برضو الرز. تمام. هبدأ افضي برضو هنا ايه الفشار. العلبة دي انا مخليها الفشار على طول. فزي كده ايه الحاجات تبقى عندك علبة شوكولاتة او الكلام ده برضو ممكن تستخدميه زي كده. يعني استغلي الحاجات اللي تبقى موجودة عندك بدل ما ايه نشتري منظمات. خلاص. وبعد كده اخر حاجة هفضيه ان هو العدس. وهسيب الفريك لحد ما انا مع نفسي طبعا، وعشان يبقى على طول على الاستخدام. وهحطه برضو في علبة مخصصة ليه. تمام. خلاص كده خلصت. فقولوا لي كده ايه رأيكم. بصوا اوريكم كده ان انا خلصت كل حاجة وحطيتها في المنظمات زي ما انتوا شايفين كده. وفرنا مع بعض ايه الميزانية شوية. وهنا برضو هوريكم جبت اللي هو ايه مسحوق كده اللي هو الليدر. طبعا انا بستعمله على طول. فدي عندي الجارجر ده كان فاضي، فهنعبي فيه برضو اكياس الاريال اللي انا ايه جبتها. تمام. وبرضو ايه جبت صابون كده اللي هو ايه سافانا ده. هبدأ كده ايه على طول كده هفتح الكيس وهبدأ افضي الكياس كده. افضي كده ايه المسحوق زي ما انتوا شايفين.
هفضي برضو التاني كده. خلاص كده. اخر حاجة ايه هعملها كده ايه معاكم، ادي كانت المشتريات اللي انا جبتها، فالحمد لله على كده. آه يا رب ديمها نعمة علينا يا رب. فتعالى اوريكم برضو. بصوا بعد كده ما شلت كل حاجة، زي ما شايفين المطبخ رايق ونضيف، مفيهوش اي معلقة ومفيهوش اي حاجة. فيلا بينا نعمل حاجة حلوة مع بعض. هتعملي ايه يا سوسو؟ هنعمل صينية بسبوسة حلوة جدا وطعمها ايه، مسكر كده وجميل. يلا بينا نعملها سوا. اول حاجة كده هفضي كيس البسبوسة اللي هو الجاهز، وعندي علبة زبادي، تمام. هضيف عليها كده ايه، ربع كوباية زيت. طبعا حابة تحطي سمنة ماشي، عايزة تحطي زيت ماشي. وحطيت كوباية السكر زي ما انتم شايفين، وهضيف عليها ربع كوباية مية. خلاص. هبدأ كده ايه، احط عليها ربع معلقة من البيكنج باودر، معلقة ايه صغيرة جدا. خلاص. وعلى طول هبدأ كده ان انا ابسهم كده مع بعض من غير ايه ما نعجن، بس هو ايه بسيط كده يعني، تمام، عشان كل المكونات تبقى مع بعض. فطعمها طلع حلو قوي قوي يا بنات، جربوها هتعجبكم. خلاص. خلصت كده، جبت الصينية دهنها شوية زيت، وهبدأ ان انا ايه احط كده ايه البسبوسة. هبدأ ان انا افردها كده بالراحة زي ما انتم شايفين كده. خلاص خلصت. تعالوا كده نزين البسبوسة مع بعض. عندي هنا ايه فول سوداني، هبدأ ان انا ازين كده ايه وش البسبوسة. وبعد كده ايه هندخلها الفرن. طبعا لازم يكون الفرن سخن. زي ما انتم شايفين كده ايه زينتها. خلاص كده خلصت. شايفين شكلها عامل ازاي، حلوة خالص. فهحطها في الفرن على طول. بصوا هنا خرجت من الفرن زي ما انتم شايفين،
هبدأ أسقيها بالشربات. الشربات تقيل، كوبايتين سكر على كوبايتين مية. لو حابة الشربات يكون خفيف يبقى كوباية ونص سكر على كوبايتين مية. تمام، زي ما انتي برضو بتحبي الحلويات بتاعتك يبقى سكرها عامل ازاي. تمام، هسيبها كده تشرب الشربات بتاعها. وده كان شكلها بعد ما شربت الشربات. وده كان يومي معاكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. مع ألف سلامة يا حبايب قلبي.